ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ والدوري مشتعل وهنقعد اسبوعين على اعصابنا، والاحداث متلاحقه وكلام من هنا وكلام من هناك وضغط من هنا وضغط من هناك. والمهم نبتدي بامام عاشور. امام عاشور اللي انا عملت اخر فيديو اتكلمت فيه ان في حركه حصلت كده ما بينه وما بين طاهر محمد طاهر، وسوشيال ميديا الزمالك مشيره الفيديو، وانا قلت في الفيديو عندكم اتفرجوا عليه ان يا رب ده يطلع الكلام ده غير صحيح. حتى هذه اللحظه مفيش كلام عن الفيديو ده خالص، مفيش اي تلميح عليه من سوشيال ميديا الاهلي. الكلام منتشر اكتر على سوشيال ميديا الزمالك ان امام عاشور وطاهر محمد طاهر بيتغير. ما رضاش يسلم عليه، بس امام عاشور كان بيكلم يسترب اللي طلع بتصريحات عجيبه وغريبه، ويقول ان مجلس الاداره بتاع الاهلي ما هو اللي دعم تدعيمات يناير، وانا ما طلبتش حاجه، وشكل الراجل بيلقح وهيمط معانا في الكلام الشرط الجزائي بتاع عقده. وعندي احساس كده ان احنا هنلبس ال6 مليون دولار وربنا يستر، وعلى الاقل مش هيطلع باقل من 6 7 شهور غرامه. طب امام عاشور اصابته عامله ايه؟ حسب كلام شوبير ان امام عاشور وحسين الشحات هيبقوا موجودين في ماتش المصري، لكن انا ما باكلش من الكلام ده، لان كان المفروض امام عاشور بدل ما هو طالع مع كهربا واللعيبه مسنداه وحسين الشحات كان يطلع على المستشفى ويعمل اشعه رنين المغناطيسي في ساعتها ويعرف ركبته فيها ايه. طبعا ركبته هتتورم حسب ما قال الدكتور بتاع النادي الاهلي، ومش هنعرف النتيجه الا بعد ما الورم ينزل ويعمل الاشاعه. فالكلام اللي قاله شوبير مش داخل كلامي، مش داخل دماغي. واتمنى ان فعلا امام عاشور يلحق كاس العالم، يا اما هيبقى منحوس جدا ولا لحق كاس العالم اللي مع النادي الاهلي، كاس العالم للانديه في امريكا، ولا هيحضر كاس العالم للكبار في امريكا، وكأن امريكا وشها نحس على امام عاشور. اتمنى ان ده ما يحصلش، رغم ان ده بعض الاهلاويه الخبث هيقول لك طب ما ده في مصلحتنا عشان يمدد بسهوله. يمدد بسهوله ايه يا ابني؟ الراجل لو جاله صليبي، مش كل الناس اللي بترجع بالصليبي بترجع زي ما هي، ده اصابه كتف واصابه الصليبي ودي فيها سنه، يعني مش هيرجع لك الا نفس الوقت ده من السنه الجايه. ممكن يلعب له ماتشين ثلاثه السيزون الجاي، فانت كده خسرت امام عاشور لفتره طويله. لا طبعا نتمنى يخف. وطبعا الموضوع لا يخلو من المرضى من الزملكاويه والمؤثرين الزملكاويه اللي شمتانين في اصابه امام عاشور، واللي يقول لك يا رب صليبي، واللي يقول لك الصليبي اللي كنا بنستناه. جمهور مريض جدا، وعشان كده ربنا بيعمل فيهم كده طول الوقت، وصفحاتهم مليانه تدليس. ومنهم صفحه بتقول لك واحده عندهم يعني مشهوره بتقول لك شفت بقى الحكم محمد بسيوني عمل ايه في بيراميدز عشان يهدي الدوري للاهلي؟ دوري ايه الاهلي يا وليه؟ يا وليه اقول لك ايه ده؟ ايه كميه الخبث والنسوانه بتاعتكم دي؟ ده هو مين اللي بينافس على الدوري مع بيراميدز؟ مين الاقرب للدوري من بيراميدز؟ بيراميدز اللي ما رضاش يجيب حكام اجانب، دلوقتي كل لعيبته طالعه تقول حسبي الله ونعم الوكيل. من اول ممدوح عيد اللي نشر التويته على الانستجرام وبعد كده مسحها، لزلاكا والحامد حمدان وزيكو وكل اللعيبه بتاعتهم تقريبا نشره في نفس واحد حسبي الله ونعم الوكيل، جون اوف سايت مش اوف سايت، وبيشككوا في جون بيراميدز. تستاهلوا يبقوا يجيبوا حكام اجانب بعد كده. حكام اجانب اللي كتير من مؤثرين الزمالك بيقول لك الزمالك هيطلب حكام اجانب الماتش الجاي، ومشيرين الموضوع بكثافه. والصحفي خالد الاتريبي قال لك مصدر من نادي الزمالك نفى الكلام ده. طبعا ما لازم ينفى يا باشا، انتوا راس مالكم الحكام المصريين، وانا اهو وانت اهو مش هيطلبوا حكام اجانب. لو طلبوا حكام اجانب والله انا شك هيجيبوا حكام منين ما تعرفش بقى. هيجيبوا حكام من كولومبيا بقى بيتاجروا في البامبرز، فاهم؟ لا لا لا، مش مصدق ان الزمالك هيجيب حكام اجانب. الزمالك عايز ياخد الدوري وهيبقى راجع من افريقيا، وغالبا ممكن يخسر بعد ضغط المباريات واصابه بيزيرا وكل اللي هم فيه ده. هيروح يجيب حكام اجانب؟ لا يا راجل، الزمالك يجيب حكام اجانب؟ ده هو لعب السنه دي 3 ماتشات بحكام اجانب بلعهم من الاهلي، اخر واحد 3 بمجموع اهداف 7-1. يلا ده انت ضايع، يلا تقريبا الجون الوحيد اللي جابوه كمان كان من ضربه جزاء تقريبا. اصابه امام وطاهر، موضوع طاهر محدش يتكلم فيه، يبقى خلاص مش هنتكلم، مش هنفتح بقنا. انما اصابه امام دي حاجه تزعل جدا. اصابه امام واصابه حسين الشحات اللي كل تجديد بيطلع نار من بقه حرفيا. خلاص يا جماعه، احنا بعد كده نمضي مع حسين الشحات ماتش بماتشه عشان يفضل يلعب بالطريقه دي. دي فعلا لو تركزوا في تاريخ حسين الشحات مع الاهلي هتلاقوه طول الوقت محتاج يجدد ماتش بماتشه، عشان هو بيجي وقت التجديد بيبقى هيجان. طب الاهلي يعمل ايه من هنا للاسبوعين الجايين؟ طبعا لازم نطمن على المصابين. امام عاشور اخطاي بيتقال ان هو جاي الاهلي بتاع انبي، مهاجم واعد وصغير في السن، وكان طالع مع سيف زاهر تقريبا او في قناه اون سبورت بيقول ان
ان حسام حسن طلب منه تاشيره، فطبعا طب يا اخي خد حمزه عبد الكريم، ما هو المهاجم الرابع ده مش هيلعب يا جدعان. ما انت المهاجمين بتوعك مين؟ معاك مرموش ومصطفى محمد وصلاح ساعات بيلعب مهاجم، هتلعب مين؟ اخد بتاع الزمالك المنسي، اخد المنسي الاسطوره اللي مش هيشمها، اخده بس كماله عدد عشان تعمل توازن وتراضي جمهور الزمالك. طب ما تاخد المهاجم الصاعد بتاع برشلونه، ارفع من روحه المعنويه، خليه يتدرب في المستوى العالي ده، خليه يشوف المنتخبات، خليه يرجع على السيزون لما يبتدي في اسبانيا وهو معنوياته مرتفعه. لكن هتقول ايه؟ هتقول ايه وانت يا حسام قلت انك عايز تعد لاعبين وكوادر للمستقبل؟ ولكن السياسه تحكم، السياسه تحكم. سياسه هاني ابو ريده اللي حاطط السيف على رقبه حسام حسن، حاطط السيف على رقبه حسام حسن. عشان كده حسام حسن ساعات بياخد قرارات غبيه، زي ما رفض ان هو يلاعب اسبانيا لكنهم اجبروه على امل ان هو يطلع بفضيحه ويمشوه، لكن ربنا خذلهم. اقول لك ايه بس اللي بيحصل في الدوري المصري ده، اللي بيحصل في الدوري المصري ده، وشادي عيسى كاتب تويته يقول لك ليه حارس مرمى سموحه طالع من الجون؟ هو انت بتنافس على حاجه؟ ده مش هو بس، ده في واحد مشهور اسمه معاذ ماهر اللي هو بيقلد صوت المعلق، عمالين يشككوا في سموحه وان ليه بتلعبوا بالغل ده. هو انتوا اتعودتوا ان الناس تلعبكم من غير شرف؟ يالا اتعودتوا ان الناس تلعبكم من غير شرف؟ من غير شرف، ولا منكم كنتوا جايبين الاتوبيس المفتوح على امل ان انتوا تاخدوا الدوري بعد اتوبيسات النقل العام بتاعت غرب الدلتا اللي مطلعاها لكم وزاره النقل، وانتوا طبعا ما بتدفعوش؟ طبعا ما الزمالك بيمثل جماهيره، الزمالك بيمثل جماهيره. ضغط وفضيحه، واللي فيها تجيبوا فيك حرفيا، اللي فيها تجيبوا فيك حرفيا، وكميه شماته في امام عاشور، وكميه سماجه وبراده وقله ادب. الاهلي يعني شكل يسترب في المؤتمر الصحفي كان متحفز جدا ضد الاهلي وضد الاداره، وكان بيقول ما حدش قال لي ان انا همشي. طيب ازاي ما حدش قال لك ان انت هتمشي؟ والكلام في الاعلام كله ان انت هتمشي، وده اللي خلى بعض الصحفيين وجمال جبر تحديدا او جيم جيم كما يحبون ان يقال، قال لابراهيم فايق انفي خبر حسام البدري. ده الكلام اللي طلع من صحفيين شبه ابو المعاطي زكي، لسه سامعه من شويه. قال ان هو جمال جبر كلم ابراهيم فايق قال له انفي الخبر ده لان ما فيش خبر ان حسام البدري هيجي، وغالبا حسام البدري مش هيجي لان الجمهور قال كلمته. حاجه تانية برضو، محمد بسيوني اللي الحكم رفضه السنه اللي فاتت وصاحب في كده حكام عليهم علامات استفهام، محمد ابو الوفا ومحمد بسيوني، انتوا فاهمين يعني، محمود ناجي اللي هو عمل ماتش كويس لان الفار كان عنده ضمير، وماتش الزمالك ما كانش فيه اخطاء للامانه من محمد الغازي، للامانه ما كانش فيه اخطاء، بس ده بسبب ضغط الجماهير وبسبب ان كل عينيه مفنجله ومفتحه. طب تراهن على كام ان محمد معروف هو اللي هيحكم ماتش الزمالك وسيراميكا؟ سيراميكا اللي هيغيب عنه محمد عبد الله، وهيغيب عنه تاني فخري لقاي. انت متخيل؟ زائد ان سيراميكا خلاص حقق الهدف واخد المركز الرابع، كسب خسر هيبقى الرابع، وبالتالي هو ما عندوش اي امل ان هو يلعب في الكونفدراليه الا ان بيراميدز يكسب زد في النهائي، وبالتالي في نهائي الكاس قصدي. وبالتالي سيراميكا انا مش ضامن انها تلعب بحماسه، اللهم الا اذا بقى علي ماهر عايز يعمل حاجه للتاريخ وتخش التاريخ من اوسع ابوابه. يا سلام لو الزمالك يخسر من سيراميكا يا جدعان وهو راجع مع جون من الكونفدراليه، ويا سلام لو بيراميدز يتعادل، بس يتعادل مع سموحه، لكن سموحه ضيعه. وليه لجنه الحكام ما تجيبش حكام اجانب للثلاث ماتشات الاخرانيين؟ يعني انا نفسي الاهلي يجيب حكام اجانب، ونفسي الزمالك يجيب حكام اجانب، بس الزمالك لن يجرؤ ان هو يجيب حكام اجانب، وبيراميدز بيدفع ثمن تعاونه مع الزمالك. اشرب يا معلم، اشرب زي الاسماعيلي ما شرب، وان كان انت معاك فلوس من غير حساب يا باشا، لانك انت مش نادي دوله، وبالتالي تدخل الفلوس اللي انت عايزها، دخل الفلوس اللي انت عايزها فمين كده، انت فاهم، وتدفع للعيبه المصريين بالدولار. النادي الاهلي مستواه اتحسن في الاخر، جبنا 6 جوان في ماتشين وما دخلش فينا ولا جون بعد ما يستر ما تعرفش. انا مش مصدق ان هو اللي عامل الخطه، انا مش مصدق ان هو اللي عامل الخطه، واكيد في حد اتدخل من بره اكيد. حتى تغييراته مظبوطه يا اخي، حتى اللعيبه اللي بتنزل بتلعب في اماكنها، ده شيء انا مش مصدق. طب انت ما عملتش كده من بدري ليه؟ وانت مع الفرقه بقالك سنه اهو، ما عملتش كده من بدري ليه؟ وبعدين يا ترب انت صفقات ايه اللي بتتكلم عليها؟ انت لو كنت لعبت باللي انت بتلعب بيه دلوقتي كنا خدنا الدوري من 5-6 ماتشات. صفقات مين يا ابني اللي انت بتتكلم عليها؟ صفقات مين اللي انت بتتكلم عليها؟ طب ما كولر ما كانش عنده مهاجم وما كانش عنده صفقات،
كان بيشتكي من الصفقات واكتسحنا وخدنا كل البطولات. امال موسيماني يعمل ايه؟ قلتم بقى الخدود موسيماني. احنا كمان جمهور الاهلي غلطان اللي قعدنا نقطع في موسيماني رغم انه اخد لنا كل البطولات، وقعدنا نقطع في كولر رغم كل اللي هو عمله، وفي الاخر بنتامر كمان على حسام البدري اللي الاداره شايفاه تعمله. انما يستر بده زي ما قال احمد عز امبارح، فاز في 49%، يعني اكتر من 50% من المباريات اللي لعبها النادي الاهلي خسرها مع الراجل ده. مدرب ضعيف جدا وهياخد مننا فلوس قد كده، ودرس لازم نتعلمه قبل ما نجيب اي مدرب اجنبي جاي، خصوصا كمان ان سيد عبد الحفيظ وياسين منصور مصممين على مدرب اجنبي برتغالي. اللهم بلغت اللهم فاشهد، مدرب زباله، مش عايز اغلط. مدرب هو اللي ضيع الدوري، وانا متاكد مش هو اللي عمل التغيير الاخير ده في الخطه. اللعيبه بتلعب لوحدها، لان برضه حتى رغم ان الاهلي اداؤه اتحسن انما في ايرورز وفي اخطاء فنيه كتيره باينه في الملعب. لو احنا بنلعب فرقه جامده جدا ممكن تعلم علينا حتى واحنا بنلعب بالرجوله دي. معلش مش هنبكي على اللبن المسكوب، هو سيزون نتعلم منه. كرم ربنا لو لعبنا في دوري ابطال افريقيا، كرم ربنا لو بيحبنا ربنا نلعب في دوري ابطال افريقيا. لو ما حصلش يبقى عقاب على تقصيرنا كلنا، تقصيرنا من اول الجمهور، الجمهور اللي بيضغط طول الوقت. وهنا عايز اقول لكم قصه صالح سليم. صالح سليم في السبعينات لما عمل جيل التلامذه ومشى لعيبه والجمهور حدفه بالطوب، طلع بالمقوله بتاعت ان الاهلي لا يدار من المدرجات، وان الجمهور مكانه المدرجات، وعمل جيل التلامذه اللي كسر الدنيا، الجيل اللي طلع الخطيب وزيزو ومصطفى عبده واكرامي وثابت البطل وكل النجوم اللي هي صنعت تاريخ النادي الاهلي دي. وبالتالي لو مجلس اداره النادي الاهلي جاب اي مدرب احنا هنقف وراه. مش معنى ان هم غلطوا اخر سنتين ان احنا هنرفع لهم المشانق، لان الناس دي رصيدها كبير، مش كبير بس، كبير قوي. لو عجبك الفيديو هنفضل معاك دايما في التطورات، والكرة المصرية لا تخلو من الحبشتكنات، لا تخلو من الحبشتكنات. اعمل لايك وسيب كومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس، وغز الجرس، غز الجرس، وسلام.